السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها المشاهدون الكرام. تشاهدون معنا في قناة عرب هوسة تي في ترجمة الأخبار التي يأتيكم من هذه القناة، التي من ضمن ما تم إلقاؤه من قبل السيد يحيى بيلو والي ولاية كوغي. تابعونا على قناة عرب هوسة تي في، تأتيكم هذه الأخبار والترجمة في اللغة العربية واللغة الهوسة. إذا سنحت لي الفرصة وحققها الحزب الذي أنتمي إليه، أنا مستعد في اختيار من أمارس الرئاسة معه عام 2003، متأكد، ولا أهمل النبيلات شبيهات أمي التي هي امرأة. ثم أؤكد لكم تماما سوف أعطيها هذه الفرصة لتكون أول نائبة الرئيس لنا في 2003. وفي جانب مما أقول عندي بعض نسخ على ذلك يمكنكم توزيعها. أعدكم سوف أبني على ما أسسه الرئيس الحالي. أنا متأكد سوف أخرج ما لا يقل عن 100 مليون من المواطنين النيجيريين من ضيق الفقر في 2030، ذلك في 7 أعوام من 2023 إن شاء الله. قد يكون السؤال ماذا فعلت في ولاية كوغي؟ كم من المواطنين أغنيت؟ أؤكد لكم لأقول ما قلة مصادرنا الاقتصادية والمشاكل والتحديات التي تواجهنا في هذه المصادر. حاولنا وكونا أكثر من 2000 من الأغنياء بولاية كوغي في هذه المدة القصيرة، ثم حكومتنا سوف تهيئ لكم بيئة رائعة إن شاء الله. هذا يعني من يملك 1,000,000 ليرة يتوجب عليه تنميتها إلى أضعاف. إن وضعت هذا هنا ووزعت هذا هناك ووضع هذا عني، المهم من هو ذلك الرجل من يستحق الريادة ويعمل مع الحزب.